أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ماذا نعمل لنستيقظ؟ الآن هذا الكلام لمن لم يستيقظ. الخطوة الأولى في هذا المجال الذي يخاف من فوات صلاة الفجر، الخطوة الأولى أن يبكر في النوم، هذه قضية مهمة. أن يخفف العشاء، أيضا ثقل النوم، ثقل الطعام يوجب ثقل النوم. ولعله الأهم من هذا كله العزم على اليقظة. إنسان ينام واتفاقا هنالك لعله دعاء بهذا المضمون، أن تقول إن شاء الله أستيقظ ساعة كذا، تلقن نفسك أنك ستستيقظ. أنا لا أستبعد أن الله عز وجل إكراما لك يوكل بك ملكا يوقظك لصلاة الفجر. ويقال في تاريخ بعض الصالحين أنه لصلاة الليل، الآن صلاة الفجر كانت قضية مقطوعة في حياتهم، لصلاة الليل كان هنالك من يوقظهم من النوم. الآن كيف كان يوقظهم لا أدري، ولكن يسمع هاتف، يرى منام، أي شيء من هذا القبيل. ومن ثم أيضا يدعو الله عز وجل ويقرأ آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والواضح المناسبة بين هذه الآية وبين قيام الفجر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بقي مستحبان صغيران وهما كبيران: أن ينام الإنسان على وضوء. من نام على الوضوء كان فراشه كمسجده إلى الصباح وهو في حال عبادة. كيف نومكم فيه عبادة في شهر رمضان، كذلك نوم المتوضئ في غير شهر رمضان في حكم العبادة. والثاني ما هو؟ تسبيحات مولاتنا وسيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. من داوم على هذه التسبيحة مع الوضوء مع هذه الآية مع العزم النفسي يرجى أن يستيقظ لصلاة الفجر. هذه الرواية صراحة ما رأيتها في الكتب المشهورة. أختم حديثي بهذه الرواية. نعم، هذه الرواية قلت رأيتها في كتاب واحد لأحد علمائنا الكبار. مضمون العبارة هكذا: أن الحوائج السنية تعطى في صلاة الفجر، الحوائج الكبرى تعطى في صلاة الفجر لما فيها من الثقل على الإنسان. والقرآن الكريم يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا. ليس المراد حتما قراءة القرآن، اقتران الفجر كان مشهودا، لأن ملائكة الليل ترتفع وملائكة النهار تنزل، فهنالك حركة الملائكة بين الطلوعين. هنيئا لمن كان من المستيقظين والذاكرين.